هنكمل. تمام، بنقول ايه؟ قلنا خلاص عرفناها ان القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك بتيجي من العلاقة بال اللي هي بي اي ال في ساين الزاوية، صح الكلام؟ صح. وفي القوة المغناطيسية اللي جاية مؤثرة على شحنة متحركة بتساوي كيو، او خليها برضو تبدأ ببي، تساوي بي كيو في ساين الزاوية. وزي ما اتفقنا سواء الزاوية دي أو الزاوية دي فهي ما بين السلك، لو هنا مع سلك يبقى هي ما بين السلك والمجال، ولو مع الشحنة يبقى مع الفي اللي هي سرعة الشحنة، أو خط اتجاه سرعة الشحنة مع مين؟ مع المجال. في مشكلة حد هنا؟ لا. تمام. طب امتى تبقى القوة قيمة عظمى وامتى تبقى بتساوي صفر؟ قيمة عظمى لما تبقى السيتا ب90، يعني لما يبقى عمود. مش الكلام؟ لا. عشان في الحالة دي يكون ساين 90 بيساوي واحد. واحد. لا. اه، وتكون بتساوي صفر لو الزاوية بتساوي صفر أو الزاوية بتساوي 180، يعني لما يبقى موازي. واصل الكلام؟ وصل. ونفس الكلام هنا، عظمى عند ال90 وصفر عند مين؟ الصفر والمية وثمانية. عند الايه؟ الصفر والمية. كلام جميل. انا كده عرفت المقدار وعرفت امتى يبقى القيمة عظمى وامتى تبقى بصفر. فاضل عندي يا استاذ الاتجاه. اتجاه القوة قلنا ان هي كمية متجهة، اي لها اتجاه. فالاتجاه بتاعها ده بقى احسبه ازاي او اتعرف عليه ازاي؟ ده اللي هنعرفه. تمام، مش احنا قلنا انها اف بيساوي بي اي ال؟ تمام، بالنسبة لسلك. أيوه. هستخدم للقياس قاعدة، ولكن في الكتاب عندك وفي المدرسين لقيتهم بيشتغلوا بقاعدة اليد اليمنى. تمام، فهشتغل معاك بقاعدة اليد اليمنى، وهعرفك ان اصلا الفورس كمان بتتقاس بقاعدة ايه؟ فليمنج لليد اليسرى. يبقى في قاعدة اليد اليمنى. انت اشتغلت في المدرسة بأني قاعدة ولا مش فاكر؟ أنا متأكد إنه إحنا ما أخذنا الدرس ده. ما اخدتوش اصلا؟ ما اخدتوش لا، المغناطيسية. لسه ما بدأتوش فيها. الفصل ده يمكن بدأنا فيها. اه، قاعدة فليمنج لليد اليسرى هي الأسهل في الحل، هي اليد اليمنى المعظم شغال بيها في حل المسائل. تمام. بص يا باشمهندس، بس أنا بقول لك إنها قاعدة فليمنج اليد اليسرى عشان تبقى عارفها، معلومة لو جات لك في اختيارات تبقى عارف هتعمل فيها إيه. ماشي؟ طيب، تمام. بحدد اتجاه التيار القوة إزاي؟ تعال نقول مثلا إن ده سلك أهو ويمر فيه التيار لأعلى، يبقى اي اتجاهها لأعلى والبي اتجاهها لليمين زي المنظر اللي قدامك ده. بنعمل ايه؟ بص ايدي كالتالي، ايدي منظرها كده، تفرد كف ايدك وتعمل كده. صوابعك دي بتشاور على المجال، يبقى الكتير دول يشاوروا على المجال. ماشي؟ تمام. وصبعك ده الابهام يشاور على التيار. اتفقنا؟ أيوه. حط عمودي على كف ايدك يديك مين؟ بتديني اللي هو ال- ال- طاقة. قوة. يديك القوة. في مشكلة حد هنا؟ لا. تعالى يلا نحدد على الرسمة. ايدي مفرودة كده ويلا نشوف. بيقول لك ان المجال ناحية اليمين، فايدي اقلبها كده ناحية اليمين. صبعي الابهام يشاور لفوق علشان التيار طالع لفوق. في مشكلة لحد هنا؟ لا. تمام. يبقى ده كده ايدي في الوضع الصح. حط عمودي على ايدك تلاقي ايه؟ السهم عمودي ماله؟ داخل للصح. صح. يبقى انا اتجاه القوة هنا أيوه. داخل، داخل،
ماشي الكلام. ماشي. ماشي الكلام. يعني النقاط دي يعني كأنها داخلة في الرسمة. البعد الثالث، يعني ان هي البعد الثالث. اه تمام. تمام. يلا، يبقى ايدي صوابعي للمجال، صبعي الابهام للطيار، عمودي على كف ايدي هو مين؟ هو الكون. وهتلاقي كلهم عمودين على بعض 3 دي. بص اهو، ده عمودي على على الابهام كف ايدك، عمودي على الابهام، والعمودي على كف ايدك عمودي على ده، وعمودي على ده. صح الكلام؟ صح. تمام. في الكتب، بعض الكتب الأخرى تمام في الفيزياء بيستخدموها بقاعدة فليمنج لليد اليسرى، بيعملوا الإيد منظرها كده بالظبط. بصوا التلاتة عموديين على بعض أهو، بس بيشتغل بإيده الشمال. إنما أنا في كل حالة دلوقتي هشتغل بإيدي اليمين. أنا كل اللي هعمله دلوقتي إن أنا هقول لك الطريقة بتاعت الإيد الشمال وبس. ماشي. تمام. إيدك مفرودة كده في الإيد الشمال. تمام. بص، ده يشاور على القوة، ده يشاور على القوة. ده، اللي هو كان اول الشله الاربعه اللي مع بعض، يشاور على البي، وده يشاور على التيار. مش الكلام؟ ماشي. فهنيجي مثلا الرسمه اللي قدامي دي، ايدي صوابعي اللي هما الثلاثه دول لفوق للتيار، والسبابه تمام. يبص للمجال، اهو باصص للمجال. تمام. المجال اهو ناحيه اليمين، والوسطى باصص لفوق مع التيار، والابهام داخل جوه الصفحه اهو. ماشي الكلام. ماشي. يبقى انا كده عرفت احدد مين، عرفت احدد اتجاه القوه بخلال يا اما قاعده اليد اليمنى او قاعده اليد اليسرى، واشتغل بالطريقه اللي تعجبك. المشكله لحد هنا؟ لا. حلو قوي. طيب، ده بالنسبه لو انا عندي سلك يمر فيه تيار. طب لو عندي شحنه، لا شحنه، يبقى هقف ثانيه واقول انت يا شحنه موجبه ولا سالبه؟ هتقول لي انا موجبه. لو موجبة ومديني خط الاتجاه بتاعها كده، يبقى هشتغل على نفس الخط اللي هو مديهولي. ولكن لو سالبة، تمام، هعكس الموضوع ده. ليه علاقة بإنه خطوط المجال تطلع من الشحنة الموجبة الله وتدخل ينور الشحنة. عليك. يبقى حلو كده، يبقى علشان هي بس الشحنة. يبقى لو الشحنة موجبة، يعني مثال نفس المثال هو هديلك شحنة موجبة هنا جميلة اهي، بتتحرك في الاتجاه ده، وفي الفيض مغناطيسي موجودة فيه اللي هو داخل لجوه ده. الاكس معناها ان الفيض داخل لجوه. تمام. تمام. وعندي نفس الشحنة سالبة هنا، وبتتحرك في الاتجاه ده، وموجودة في نفس المجال ده. حلو الكلام. حلو. حلو. يلا تعالى نحدد اتجاه القوة لكل واحد فيهم، لكل شحنة فيهم. لو موجبة يبقى اتجاه السرعة بتاعها معايا، واتجاه المجال برضو معايا، اللي هو نفس الاتجاه يعني. طيب المجال، ايدي برضو مفروض اهي المجال للداخل، يبقى انا داخل الصفحة، يبقى يلا زق ايدك اكنها داخلة تخبط في الصفحة. وده يشاور، كان بيشاور معايا من شوية على التيار، يشاور معايا هنا على سرعة الشحنة. تمام. تمام. يبقى بالمنظر ده، يبقى ادي صوابعي داخلة لجوه، وادي الابهام بيشاور مع السرعة. يبقى ايه؟ يبقى العمودي عليه لأعلى. يبقى هنا القوة المؤثرة تؤثر لأعلى. يعني. مش الكلام؟ ماشي. انما لو شحنة سالبة، يبقى اعكس لي الاتجاه، يبقى ده اتجاه، ده اتجاه الفي وكنسل. يلا. المجال، صوابعي الكتير للمجال ده يشاور يا اما على اي لو سلك، ويشاور على في لو شحنة. حلو. 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 يلا ايدك كده. اه المجال بتاعي داخل لجوه، اعدل ايدك دخله جوه. تمام، اكنك تمام. بتخبط في الورقة بتاعتك. تمام. صبعي ده يشاور على السرعة، سرعتي فين اهي. يبقى انا كده في الوضع الصح. حط عمودي على كف ايدك، يبقى العمودي بتاعي مين؟ لأسفل، يبقى اف هنا تؤثر لأسفل.
اتفقنا؟ أيوة فهمت. حلو أوي. يبقى هو ده مين؟ ده الشرح الجزء الأولاني يمين للقوة المغناطيسية. ده كده الدرس، أنهي درس؟ ده الدرس 7 1 و7 2. احنا الحمد لله كده خلصنا سوا مع بعض. اللي أنا بقوله ده بشرحه ده في الدرس مين؟ في الدرس 7 2. تعالوا نروح نحل بقى، نبدأ حل على الدرسين. تمام. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنحل من ملف كتب فيزيائية، لأن أستاذ أدهم ما شاء الله عليه مجمع لنا كل التفاصيل اللي احنا نقدر نشتغل منها. فاحنا هنحل الملفات بتاعت مراجعة الهيكل بتاعته، وبعدها نمسك امتحانات نحلها كاملة. مش الكلام؟ تمام. تمام، يلا بينا نبدأ واحدة واحدة نحل. يلا اقرا السؤال كده الأول. يوضح الشكل خطوط المجال طول المجال. المغناطيسي ده. اه، ده تمام. الشرح بتاع المغناطيسية. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هنا عند اي مما يلي، اللي هو يودي، بيقول لك ايه؟ التحديد القطب الشمالي والقطب الجنوبي للمغناطيس. طب افتكر كده، تحدد القطب الشمالي والقطب الجنوبي ازاي؟ إنه القطب الشمالي ايوه. تخرج منه خطوط المجال، بتدخل في الجنوب. الله ينور عليك. يبقى ده خارج المغناطيس، خارج المغناطيس. الشمالي اللي هو الان الشمالي تبقى تخرج. اه، أيوة. يبقى هنا خارجة من ده، يبقى البي هو الشمالي، وهنا داخلة يبقى الايه هو الجنوبي. تبقى داخلة. وصل الكلام؟ يبقى وصل. اختار اني واحد من الاختيارات اللي قدامي. هيكون بي. بي هو القطب الشمالي، صح كده؟ طب يلا سؤال اتنين. يوضح الشكل أثناء المجال المغناطيسي حول المغناطيس. في أي من الخمس النقاط يكون المجال المغناطيسي اقوى. أقوى؟ ها، في انهي نقط يا ترى؟ هيكون عند 1 و3. 1 و3 صح. ليه؟ لأن عند 1 و3 خطوط المجال الموجودة كتيرة، وعلشان برضو 1 و3 هو الأقرب للمغناطيس، يبقى 1 و3 هو مين؟ هو الأقرب. طيب تعالى علاقة السؤال. عكسية مع المسافة. الله ينور عليك. تعالى السؤال 3. ها يلا بينا. يبين الشكل بوصلة بالقرب من المغناطيس. أي صفوف الجدول التالي يبين بشكل صحيح موضع الأقطاب المغناطيسية والبوصلة؟ حلو قوي. تمام. البوصلة بتعمل ايه؟ البوصلة ليها قطبين. تمام. قطب شمالي وقطب جنوبي، او ليها قطبين. تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل مثلا لما بقرب البوصلة لأي منطقة، المنطقة مثلا فيها المجال شمالي. تمام. بروح الاقيه البوينتر بتاعها يشاور على مين؟ على الجنوب. على الجنوب. فهي ماشية أيوة. بالعكس. وصل الكلام؟ طيب، يبقى مثلا انا هنا من خلال الرسمة اقدر احدد مين الاقطاب الجنوبي والشمالي، صح؟ صح. اجي ابص للبوصله اعكس، يعني مثلا وليكن انا ما اعرفش لسه، ما حلتش المساله، وليكن ما بصيتش المساله اصلا. وليكن هنا عندي المغناطيس، وقلت لك ان ده قطبه النورث وده الساوث، يعني ده الشمالي وده الجنوبي. تمام. يبقى البوينتر بتاع البوصله ده اللي باصص في الجنب ده، يبقى ده جنوبي، ويبقى الناحيه التانيه هو الشمالي. واصله؟ وصلة. حلوه قوي. يلا بينا. بص بقى، بناء على اللي انا قلته قول لي تختار انهي اجابه من الاجابات اللي عندك. هيكون هيكون في الخيارين آخر 2، عشان أنا عرفت أي واحد هو القطب الشمالي للمغناطيس وأي واحد هو الجنوبي. طيب انهي ودي واحد هو الشمالي؟ اللي هو ده الجنوبي هيكون 4. الجنوبي هيكون 4 صح، داخله. أيوه. والشمالي يكون 1. 1. يبقى أنا أول 2 دول مش صح، يبقى أنا يا التالتة يا الرابعة. ها. 2. الجنوبي للبوصلة هيكون 3. الجنوبي للبوصلة ده هنا 3. تمام. الجنوبي للبوصلة هيكون 3.
ثلاثة ماشي. لا انا البوصلة بتاعتي هنا دي هنا ده ساوث، يبقى ده لا البوصلة هي ده ثلاثة، وده اس، يبقى ده هنا مين؟ شمالي. شمال، مش يبقى كده هتكون الشمال العكس. وده هنا ان، يبقى ده هنا اس، يبقى اتنين هو الجنوبي. واصل الكلام؟ أيوه وصل. يبقى دي اجابتي. طيب يلا السؤال أربعة وخمسة وستة بيتكلموا على وحدات القياس اللي احنا قلناها. أي مما يلي يساوي وحدة المجال المغناطيسي تسلا؟ مين من دول يكافئ التسلا؟ أو سؤال حتمي هيجيلي في الامتحان كده. هتكون بي. هتكون بي اللي هو نيوتن ضرب متر على كولوم في الثانية. نيوتن في متر. طب ركز كده ثانية. آه. أيوه هتكون بي. لا، هتكون A. بص لخبطة صغيرة جدا بس محتاج تبقى مركز. هتكون ايه ليه؟ لان هي تسلا هتكون بتكافئ التسلا. على امبير على امبير في متر، فالمتر تملي موجود تحت. هنا هو فك مين؟ فك الامبير لكولوم على ثانية، فالثانية تطلع فوق جنب نيوتن. وصل الكلام؟ أيوه وصل. ده عليك الست لا اله الا الله، الست وحدات المكافأة اللي انا بعتها لك. يعني حفظ، يعني ان شاء الله هيجي منهم حاجة في الامتحان. أستاذ ما مفروض ما برضو بتاع السرعة إنه هي حل للبي يعني. او ممكن يبقى حل بتاع السرعة برضه. آه. هي دي هتطلع نفس أيوه اللي هو وصل. برضه يبقى فك هنا يبقى نيوتن على كولوم في الفي، والسرعة فكها متر لكل ثانية. الله ينور عليك، برافو جدا. تمام. عشان تمام. يبقى وحدات القياس اللي هي دي، اللي هي الورقة دي كمان انا بعتها لك في الشات صح؟ دي مهمة أيوه جدا. الست وحدات قياس السبع وحدات قياس دول مهمين جدا جدا، ان شاء الله يجي منهم واحدة في الامتحان. إن شاء الله. ان شاء الله. يلا نكمل. يبقى ده كده السؤال أربعة. بص خمسة وستة نفس الكلام، وحدات قياس. هي من الوحدات ايه خمسة وستة؟ التالية. آه. خمسة تكون هتكون سي. تكافئ التسلا، ماشي صح سي. طب وستة تقاس القوة بوحدة النيوتن، هي من التالي كافية وحدة النيوتن. يكافئ نيوتن بقى. هتكون لا ما دي. هتكون ايه. ايه، الله ينور عليك، برافو عليك برافو عليك. طيب يلا تعالى بقى نبدأ في الأسئلة الجديدة اللي هي من سبعة لسؤال 16. ما اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة في الشكل؟ شحنة. وشحنة ايه؟ موجبة. يلا تقدر انت تقولها لي بقى، انا مش هشتغل، انت اللي هتشتغل دلوقتي. نستخدم اللي هي قاعدة اليد اليمنى. حلو، يلا قول لي بقى. هي ايه؟ هيكون الإبهام. الإبهام هو الاتجاه بتاع السرعة. ايوه. و... والمجال هيكون على اليمين. مم. وهتكون القوة كأنها داخلة على الشاشة، فيعني الله ينور عليك، يبقى انا كده إكس سالب. ده كده لفوق وايدي اهي، يبقى انا كني داخله على الصفحه، يبقى انا فعلا داخل. أيوه. يبقى انا هنا اف داخل. اه اف داخل. طب هو مش مديني في الاختيارات داخل، ده مديني اكس وواي وكده. هاجي ابص هنا، ده خارج، اكس الداخل بتاعه اهو، يبقى سالب في اكس. سالب. أيوه بص الكلام. وصل. 8 حل 8. دي هتكون إكس، ليه؟ لأنها هتكون بس عكس اتجاه
ايوه، عكس اللي عكس قبل. لفوق علشان هتعكس اتجاه القوة. هتعكس اتجاه السرعة، فقصادها يتعكس اتجاه مين؟ القوة. تعال نمثلها كده، ادي اهي البي، الاف الفي نازله لتحت، يبقى انا بقيت المنطقه كده بالظبط، والعمودي أيوة. على كف ايدي هيخبط في وشي يبقى خارج، يبقى انا اكس نيوتن. صح الكلام؟ أيوة. اللي بعده يلا تعالى. 9 و10 يلا. ما اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة؟ شحنة. دي إكس ولا النقاط دي يعني؟ نقاط معنى النقاط ايه؟ ان هو خارج، يعني هيخبط في وشي. بص، النقاط معناها ان المجال خارج، الاكس معناها ان المجال داخل. داخل. انا هنا نقاط، يبقى انا خارج. اشتغلها ازاي بقى؟ تمام. خارج. معناها، معناها يدي هتكون على اليسار، والسرعة هتكون معاها في نفس الاتجاه. حلو، يبقى انا داخل كده وعكس الاتجاه كده، يبقى كأن كف ايدي اكنه طالع كده. تمام. أيوة. يبقى و... خارج. و... انا الاعلى ولا الاسفل؟ هتكون المفروض تكون على اليمين القوة. بص، انت كده خارج، يعني هبص كده اه، اتجاه خارجة كده كده صح يعني. ولا غلط؟ ايوه كده صح. انا كنت قايل انه يعني على اليسار. ايوه، عشان سرعه، عشان سالبه يبقى هعكس ايدي. اعكس ايدي يبقى بص، انا هنا كده الاعلى، اعكس ايدي اسفل. انا كده لاسفل. بص اهو، على الاتجاه ده، ادي المجال خارج فيخبط في وشي، وصبعي مشاور لليمين، بس انا شحنه سالبه، يبقى لازم اعكس اتجاه السرعه. فبدل ما يبقى الاسفل يبقى الاعلى، يبقى الاعلى. صح؟ فاهم يعني حاجه ولا لا؟ ممتاز. انا بدل ما عكست اتجاه السرعه، يعني بص هنا على مسألتي دي، هنا خارج والفي في الاتجاه ده، فهنا الاف المفروض لاسفل، بس انا قصادها المفروض اعكس اتجاه السرعه ده، فلما هعكس اتجاه السرعه ده يبقى المنظر ده، فيبقى كف ايدي فين؟ يعلم. بص الكلام، عشان وصل. انا شحنه سالبه، فشحنه سالبه بعكس اتجاه السرعه. حل اللي تحت. اللي اعلى يبقى هختار انهي واحده فيهم، اكس ولا واي؟ جد جد موجب. ماشي، حلو الكلام. اللي تحتيها ما اتجاه القوة. هنا هتكون المجال اللي تحت. المجال. السرعة هتكون عندي اليمين، فأنا هعكس السرعة، فهتكون القوة كأنها علي، هتكون إكس سالب. اكس سالب؟ متأكد؟ ولا كده إكس. كده إكس، أيوه كده إكس. هتكون اكس موجب، هتبقى ايدي حطت ايدي بالمنظر ده نازل، كأنها جاية علي. والفي رايحة لليسار، يبقى العمودي هيخبط في وشي يبقى للخارج. طيب يلا رقم 11. يتحرك الإلكترون اليمين بسرعة ثابتة داخل مجال مغناطيسي منتظم باتجاه أعلى السطح. وضح في الشكل في أي اتجاه ينحرف الإلكترون في البداية. آه الإلكترون سالب وبيتحرك لجهة اليمين، المجال اللي فوق، فأنا أعكس السرعة، هتكون كأنها داخل الصفحة. داخل داخل السطح. الصفحة. داخل. صح، الله ينور عليك، تكون داخل للسطح، تبقى حاطط ايدي كده لفوق واعكس الاتجاه البي عشان سالبة، يبقى داخل السطح. تمام. أيوه. طب يلا نحل سؤال 12. سؤال 12 محترم جدا جدا جدا. بيقول لك يتحرك بروتون. بروتون يعني شحنة موجبة، يعني الاتجاه اللي هو مديهولي هيشتغل عليه بسرعة كذا، أيوه. يديلي في مجال منتظم فيه، كما هو موضح في الشكل، ما مقدار واتجاه القوة. تعرف تجيب لي الاتجاه الأول؟ أول حاجة إكس معناها داخل أيوه. الصفحة، والسرعة عندي كده، فهيكون
السرعة لليمين، فهتكون القوة لأعلى. لأعلى. يبقى أنا يا دي يا دي. أيوه. تمام، فاضل نحسب القانون. الاف بتساوي بي، انا شحنة، يبقى كيو في ساين الزاوية، وطبعا هو قايل لي عمود يعني ده بواحد، واعوض بالبي، اعوض بالكيو. طب مش مديني رقم الكيو يا حبيبي، ما هو قايل لك بروتون، بروتون يعني آه، 1.6 واحد تايمز وستة. نيجاتيف 19. أيوه. صح الكلام. صح. في الفي السرعة هو مديها لي 3 في 10 أس 5، وأحسب الرقم وأشوف يطلع. ماشي الكلام. ماشي. دقيقة أحسن. ثانية وهكون معاك. بيقول لك هنا في 13 وضعت شحنة موجبة كيو في مجال مغناطيسي باتجاه اليمين، أي من العبارات التالية صحيح بالنسبة لاتجاه القوى المغناطيسية؟ ها، وضعت شحنة، ده سؤال مهم على فكرة، مهم جدا كمان. أستاذة دي 13. 13 اه. تمام. هي من العبارات التالية بس صحيحة بالنسبة لاتجاه القوة المغناطيسية. آه وما اداني السرعة. ما ادكش السرعة، قال لك انها وضعت شحنة، يعني معنى كده ان سرعتها بتساوي صفر. صفر. هيبقى في قوة تؤثر عليها؟ لا توجد، لا توجد. لا توجد قوة. يبقى سؤال مهم جدا. طبعت الملف ده ولا لا؟ ده الجزء الثاني برضه ولا ده تاني، الثالث؟ ده الجزء السادس. لا الثالث لا. طيب يبقى ده هنا لا توجد قوة مغناطيسية مؤثرة عليه. طب سؤال 14. القوة المغناطيسية على جسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي تكون أقصى قيمة عندما تكون الزاوية بين اتجاه الحركة والمجال المغناطيسي. أقصى قيمة عندما تكون الزاوية بين 90. الحركة والمجال المغناطيسي كام؟ 90. صح. يبقى ده برضه سؤال بيجي في الامتحان. وصل الكلام. ونفس السؤال وصل. ممكن يقول لك يكون يساوي الصفر امتى؟ عند الصفر والمية وثمانين. الله ينور. يلا، آخر سؤالين اللي هم 15 و16 إن شاء الله. سؤال 15. أي العبارات التالية تصف بشكل صحيح لماذا لا يبذل المجال المغناطيسي شغلا على الجسيمات المشحونة المتحركة؟ لأن المجال المغناطيسي لا يتغير، القوة المغناطيسية تعتمد على السرعة، المجال المغناطيسي كمية متجهة والشغل كمية قياسية، ولا القوة المغناطيسية دائما متعامدة على اتجاه السرعة؟ مم. آه الشغل بيساوي سالب اف في تي. سالب اف في تي لا يبذل المجال المغناطيسي. هتختار أنهي إجابة منهم؟ القوة المغناطيسية دائما متعامدة على اتجاه سرعة الجسيم. الله ينور عليك. ليه اخترت الإجابة دي بالذات يا بسام؟ لأنه لأن متعامدة معناها. القوة المغناطيسية متعامدة على اتجاه الحركة، تمام، أيوه. ومتعامدة على المجال. ماشي. أيوه. بتكون متعامدة ان احنا 3D، تمام. فهنا بيكون لك ايه، ان هي المجال لا يبذل شغل، مش هيبذل شغل في الحالة دي. ماشي الكلام. ماشي. ماشي الكلام. سؤال 16 اخر سؤال هنحله. عشان في المجال بنستخدم الكوساين. لا، علشان عشان في الشغل. في الشغل بستخدم الكوزاين. كوساين 90 بصفر. الكوزاين 90 بصفر. أيوه أيوه. عشان في الشغل لما انا بحسب الشغل، الشغل بيساوي ايه؟ بيساوي القوة في البعد العمودي في كوزين الزاوية ما بينهم. وانت هنا عندك تبقى كوزين التسعين بيساوي صفر. أيوه. كوزين التسعين بيساوي صفر. مش الكلام. ماشي.
سؤال 16 آخر سؤال نحل. جسيم بشحنة 3.2 مايكرو كولوم وسرعة 520 متر في الثانية، يدخل مجالا مغناطيسيا منتظما B تساوي 0.2 تسلا، كما هو موضح في الشكل. ما هو مقدار واتجاه القوى المغناطيسية المؤثرة على الجسيم؟ أول حاجة نحسب نعرف الاتجاه. ماشي. عندنا المجال على اليمين، السرعة الأعلى هتكون القوة داخل الصف. القوة داخل الصفحة، داخل الصف. يبقى داخل الصفحة، يبقى أنا يا ده يا ده. أيوه. اللي أحسب القيمة بقى، بتحسبها ازاي؟ قولي انت كده، انت اللي بتحل مش انا، ها؟ تكون 0.2 في 520 في 3.2، وعشان الإجابات كلها بالمايكرو فما هحول في كيو. 3.2 تساوي 300 332.8 مايكرو نيوتن. يبقى هي دي اجابتي الصح. واصل الكلام؟ وصل. انا كده خلاص، اشرح لي صدري بيت لو فضل من لساني في كوكب. هنكمل دلوقتي شغلنا على مين؟ على الوحدة الخامسة، الجزء بتاع القوة. الجزء بتاع القوة اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو القوة على سلك مستقيم قانوني F equal BIL ساين الزاوية، مش الكلام؟ أيوه. هكمل على القانون دي، هكمل على القانون ده، وهكمل عليه ايه؟ برضو الاتجاه اللي احنا برضو شرحناه الحصة اللي فاتت، اللي هو درس بقى 7/4، هنكمله حل النهاردة كده، ماشي الكلام؟ أيوه. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك ايه في السؤال؟ بيقول لك هنا يوضح الشكل سلكا. السؤال ده كتاب مدرسة، تمام؟ يوضح الشكل سلكا يقع على امتداد المحور اكس. اه، في سلك على امتداد محور اكس ويمر فيه تيار في اتجاه اكس السالب اللي هو ده، تمام. ويقع السلك في مجال مغناطيسي منتظم في اتجاه زد. يبقى انا في اتجاه زد الموجب عندي مين؟ مجال المجال مغناطيسي. ما منتظم. اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة؟ اتجاه القوة هيبقى ايه؟ هنستخدم قاعدة اليد اليمنى لكن ايوه، بتاعت السلك. هيكون الإبهام اللي هو للاتجاه بتاع التيار. حلو قوي. الابهام للتيار وصوابع ايدي صوابع إيدي هتكون اتجاه المجال. المجال. حلو. التيار رايح فين؟ التيار هيكون يسار. يسار. وصوابع ايدي صوابع إيدي هتكون علي. صح؟ وصوابع ايدي هتكون الاتجاه الزد اللي هو يبقى خارج بره الصفحة كده، أيوه. تمام؟ يبقى يعني اتجاه علي القوة المغناطيسية ايه؟ هيكون لأسفل. كده. وده طالع بره الصفحة تكون لأعلى. ده في ايدك بيزق لفوق اهو، يبقى الأعلى صح برضه. يكون. لا لا لا. والأعلى يعني أختار مين من الاختيارات اللي قدامي؟ واي موجب. واي الموجب. حلو. السؤال بقى ده اللي تحتيه هو مين؟ هو سؤال كتاب المدرسة 31 في أسئلة الاختيار من المتعدد. بيقول لك ايه فيه بقى؟ اقرا كده، انت اللي هتجيب. يوضح الشكل السلكا يقع على امتداد المحور إكس، يسري فيه تيار كهربائي I متدفقا في اتجاه إكس السالب، ويقع السلك في مجال مغناطيسي منتظم، وتؤثر القوى المغناطيسية في السلك في اتجاه Z الموجب. إذا تم توجيه المجال المغناطيسي لتشبه القوى أكبر ما يمكن، فما اتجاه هذا المجال؟
حلو قوي. هنا مديك اتجاه مين؟ تيار، واتجاه القوة، عايز اتجاه المجال. هجيبه ازاي اتجاه المجال؟ آه قال إنه التيار هيكون باتجاه إكس السالب، يعني لليسار. تمام يسار. كده. تمام. أيوه. والقوة، القوة القوة هتكون على وين؟ والقوة في اتجاه الزد، يعني أكنها خارج، صح؟ أيوه خارج. فأكن إيدي عاملة بالظبط، بص ده كده أهو للخارج، يعني كف إيدي زق لبره، يبقى أكن إيدي من منظرها بالمنظر ده، تمام. صح؟ يبقى اتجاه أيوه. المجال فين؟ هيكون علي، يعني بجهة يعني. ها، صوابع إيدك بصل فين؟ هتكون لأسفل. لأسفل. لأسفل اللي أسفل، هو مين؟ اللي هو واي السالب. كويس، الله ينور عليك. وده سؤال مراجعة مفاهيم اللي في الهيكل اللي هو مين؟ اللي هو في الشرح. طيب حلو، ده كده سؤال. تعالى السؤال 32. بيقول لك ايه في سؤال 32 بقى؟ جزء معزول من سلك طوله 4.5 متر، يسري فيه تيار مقداره 35 أمبير، ويميل بزاوية 50.3 درجة، بالنسبة إلى مجال مغناطيسي ثابت قدره 6.7 ضرب 10 سالب 2 تسلا. حلو قوي. ما مقدار القوى المغناطيسية المؤثرة في السلك؟ مدي لك ال، ومدي لك اي، ومدي لك بي. بي. سي. والزاوية، انا بس إن لما يديني زاوية اتأكد ان الزاوية اللي هو مديها لي دي الزاوية اللي انا عايزها ولا لا. تمام. الزاوية بتاعتي اللي في قانوني ان الاف equal بي اي ال، ساين الزاوية بتاعتي بتكون ما بين المجال ومين؟ والسي. تيار. تمام. طيب حلو قوي. هو انا هنا الزاوية قال لك يميل بزاوية كذا بالنسبة للمجال، يبقى دي الزاوية اللي انا عايزها ولا لا؟ أيوه. ايوه، يبقى هنا اقدر اعوض تعويض مباشر، مفيش اي مشكلة. اقدر اقول له ان F equal B، واكتب الرقم بتاعها، ومضروبة في الاي، واكتب الرقم بتاع تعويض مباشر. سؤال لطيف، تعويض مباشر. 35 في ال 4.5 في ساين الزاوية اللي هو كام؟ 50.3 وأقيس. أستاذ، هنا الآلة تكون ديجري. اه ديجري، شغال بالديجري عادي. ماشي الكلام، وأحسب الرقم تعويض مباشر بالآلة، مفيش أي مشكلة. هيطلع 8.107، اللي هو 8.12 تقريبا. تمام، اللي هي تبقى دي إجابتي. كلام جميل. تعالى أنت بقى حل في الدفتر بتاعك. حل لي أنت 39 كده دلوقتي على نفس المنوال اللي احنا اشتغلناه. تمام. برسلها على الواتساب. ماشي. عايز تحل في الدفتر حل، عايز تحل على البورد حل. هحل في الدفتر. ماشي يلا وريني. أسئلة الحل. وريني كده. يطلع 0.98. طيب كام؟ 0.3 اللي هي الإجابة دي. دي صح، معوض عليها صح. في سؤال محترم هنا موجود، كتاب مدرسة في الأسئلة. بص، هو أنت في درس 7/4 ده هتلاقي كاتب لك في سؤال الهيكل صفحتين البداية، تمام، اللي هما بتوع شرح الدرس، وقايل لك تمارين 7/4 كلها في الكتاب ورا. فكل اللي أنا هشتغل فيه ده أسئلة كتاب. يبقى ده كان سؤال كتاب 31، ده كان سؤال كتاب أسئلة محلولة. تمام، كان سؤال كتاب. تمام. وهحل سؤال بتاع مكبر الصوت اللي هو ده.
دلوقتي برضو موجود في الملف بتاعنا اللي احنا شغالين منه عادي. يبقى ده احنا حليناه اهو، وده سؤال مكبر الصوت، سؤال مهم. تمام، لان هو سؤال ايه؟ كتاب وسؤال هيكل. اه. ماشي. فهو ده السؤال اللي جاي عندنا سنة 33. طبعت الملف ولا لسه؟ لسه. طب لا، ب4 اطبعه اليوم. عشان احنا خلاص قربنا نخلصه اصلا، فعشان تكتب النوتس بتاعتك عليه. تمام. 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 بيقول لك هنا بقى في السؤال 33، بيقول لك ينتج مكبر صوت، عندي مكبر صوت، تمام، عن طريق تأثير مجال مغناطيسي. بيحكي لي حكاية دائم بقوة على ملف صوتي متحرك يتكون من عدة لفات متصل بمين؟ متصل بمخروط مكبر الصوت. إذا كان مقدار المجال المغناطيسي كذا، مديني البي، وقطر الملف كذا، قطر، ويتكون الملف من 100 لفة، ومديني عدد اللفات، وشدة تيار كذا، فما مقدار القوة. هو أنا علشان أجيب الإف القوة محتاجة أبقى عارف البي، ودي هو مديها لي أهلا وسهلا، ومحتاجة أبقى عارف الآي، ودي هو مديها لي برضه، ومحتاجة أبقى عارف ال. صح الكلام؟ صح. أنا سؤالي بقى دلوقتي بيعتمد إن أنا أحسب ال. هو بيقولك إن هو بيتصل بإيه؟ بمخروط مخروط. مكبر الصوت. صح الكلام؟ صح. فهيكون هنا ال عندي، يعني بص المنظر بالظبط يا بسام، اكنه كده، اكن ده المخروطي بتاعي، والسلك ملفوف عليه حلقات دائرية بالمنظر ده. اللي ظاهر ده عندك مش الحلقة الدائرية، الحلقة الدائرية ملفوفة عليه بالمنظر ده. بص استنى، اهي بص كاميرتي اهي، اكن ده السلك بتاعي، والمخروطي بتاعي ده هو مثلا الازازة دي. فالسلك ملفوف عليه ازاي؟ ملفوف عليه كده. ايوه. تمام. فعندك تمام. هنا دلوقتي الحلقات بتكبر زي المنظر ده، يعني ده كده الطرف بتاع الايه الحلقة، يعني المساحة دي كده هي ايه، ده كده دي. ماشي الكلام؟ ماشي. تمام. هنا بقى فكرة السؤال كله في حساب ال، ان ال هتكون بتساوي 2 باي دي. ال هتكون بتساوي ايه؟ 2 باي دي. دي. وده سؤال محلول في الكتاب، فمهم جدا في الفكرة دي ان ال تكون بتساوي 2 2 باي. باي دي. عرفت احسب ال انا اسفه، هتكون بتساوي ان باي دي. ان باي دي، والان دي اللي هي مين؟ عدد اللفات. اللي هو عدد اللفات. يبقى تاني، يبقى فكرة السؤال ده في حساب ال، والال دي هتكون بتساوي ان باي دي، والان دي هي عدد اللفات. تمام. دي طبعا هو، فهنا ال هتكون بتساوي ان اللي هي 100 في باي في الدي اللي هو مديها لي بكام؟ القطر 2.5. 2.5 سنتيمتر، احولها لمتر. يبقى بس 2.5 في 10 أس سالب 2. 2. يبقى أنا كده جبت مين؟ ال من خلال. أستاذة، الزاوية هتكون صفر. الزاوية، لا الزاوية هنا 90، لأن هو موجود عليه عمودي. تمام، هتكون الزاوية 90 مش صفر. أو لما ما يجيبليش سيرة الزاوية مش بكتبها، يعني هقول له كده أعوض عليها بواحد، يبقى الاف بي ايكوال بي اي ال ساين الزاوية. تمام. وانا بعوض ما تمام. اكتبش قيمه الزاويه، يعني انا كتبت القانون عوض ما اكتبش قيمه الزاويه. كده ولا كده انت الاختبار كله الكتروني، مش هيدي لك درجه على كتاب القانون. تمام. بقى 1.5 في اي اللي هو 1 ملي امبير، يبقى 1 في 10 أس 10 أس -3. -3. في ال اللي انا هحسبها من اللوكشة دي اللي هي 100 باي في كام؟
اتنين ونص في 10 أس -2 اللي هو يبقى فيه 0.025. احسب ده كده كله على الآلة وشوف يطلع لك كده. ماشي الكلام. تمام. هنا راديان عشان الباي. لا، كله بالديجري، وسيب الباي زي ما هي، انا مش بشتغل براديان خالص. ماشي. ماشي. هيبقى الناتج 0.011. دي أسوي له. اللي هي يعني واحدة اللي هي دي، قالت لك 0.011 8، صح كده؟ أيوه. تمام، يبقى هي دي الإجابة بتاعتي اللي هي بي. لأن في 10 أس -2 لما أحط -2 يبقى أكني حركت البوينت دي لهنا، أو يبقى أحط في -2، يبقى هي دي الإجابة بتاعتي. واصل الكلام؟ واخد. خد بالك بقى من حتة إيه، من حتة الأرقام اللي بيحطها دي. ماشي. تمام. يبقى السؤال ده مهم. طيب، تعالى كمل نحل سؤال تاني 34. سؤال 34 صراحة هو مش موجود في كتابك، ولكن بيشرح فكرة حلوة رابطة الباب الأول بالباب التالت. تمام. والسؤال ده تمام. حقيقة هو موجود في كتاب صف حادي عشر، صف عاشر مش متقدم. تمام. تمام. بس بيشرح فكرة مهمة، فلعل وعسى فاهم. سؤال 34 بيقول لك ايه، عندك سلك نحاسي طوله كذا بين قطبين مغناطيس كما هو موضح في الشكل. أهلا وسهلا. المجال المغناطيسي اللي محطوط فيه ب 8 من 10 تسلا. أوجد القوة المؤثرة، مقدار واتجاه. أول حاجة عشان أجيب المقدار يبقى أنا محتاج مين يا بسام؟ محتاج عشان أحسب الإف، محتاج البي، ومحتاج الآي، ومحتاج ال. صح؟ صح. البي مديهالي بكام؟ البي ب0.8. 8 من 10. والآي؟ 0.3. لا، لا، الآي ما اداني صح. الاي مش مديهالي. الاي ممكن اجيبها من الرسمه، لما ابص كده للرسمه تلاقي عندي هنا 12 و6 اوم، يبقى انا اقدر احسب الاي ان هي تبقى كام. الفي اي ام اف على الار، على يعني الاي هتكون بتساوي 12 على الستة يعني. 6 هي 2. طب والال؟ 0.3. ركز كده، بص كده للرسمه تاني وقولي فهمت حاجه. إنه القطر اللي هو بتاع المغناطيس طوله 0.1. اه، فهيكون المجال الطالع منه طوله 0.1. الله ينور المجال هيكون طالع في الشكل ده من النورث للساوث، أيوه. وهيبقى مؤثر في المسافة دي بس، اللي هي كام؟ 0.1. 0.1. يبقى ال L بيساوي كام؟ 0.1 متر. كده أصبح عادي إن أنا أحسب ال F بي أي ال ساين الزاوية، اللي هو يبقى بيساوي 0.8 في 2 في 0.1، اللي هو يبقى 16 من 100 نيوتن. صح الكلام؟ صح. بس صح. الأعلى ولا الأسفل بقى؟ ده اللي أنا هحدده من قاعدة اليد اليمنى. تعرف تقولي تحدده إزاي؟ هيكون التيار هيكون بجهة ال... كده كأنه طالع من الصفحة. ايوه، يكون اكنه طالع من الصفحه. والمجال اتجاهه فين؟ المجال اتجاهه لليمين. يعني كده، من النورث للساوث. صح، يبقى انا أيوه. يمين. كف ايدي يبقى ازاي؟ هيكون لأعلى. يمين، الله ينور عليك، يكون يمين كده، صبع الابهام اكنه داخل فيا، يبقى كفي بيبص لفين؟ كفي بيبص لفوق لاعلى، لأعلى. يبقى انا اجابتي الاعلى. ماشي الكلام. ماشي.
ماشي الكلام حلو قوي. وده سؤال برضو مهم، يعني رابط لي الباب الأول اللي هو الحساب التيار بمين، لا إله إلا الله، بالإف، مغناطيسية. بالقوة المؤثرة. طيب تعالى بقى السؤال اللي بعديه. من أول سؤال 35 لحد الآخر هو حل أسئلة 7 تمارين 7 4، في اللي هي التمارين اللي ورا اللي من غير إجابة، اللي هي الأسئلة اللي ورا بعضها كتير. تمام. تمام. تمام، يلا بقى تعالى نشوف حكايتهم ايه. تمام، هي هم موجودين في الكتاب اهم. ان هو في الهيكل قايل لي تمارين 7 4 وسكت، محددليش حتى المسائل. فتقريبا هم كلهم هنشتغلهم ان شاء الله. تمام، عايز نحل من الكتاب نحل، انما انا بفضل ان يبقى ملف واحد اللي شغال منه كل حاجة. بحيث ايه؟ بحيث ما تتوهش. يعني هي دي المسائل اهي من اول 7 4، اللي هي من اول سؤال 40 ده. أيوه. تمام، عايز نحل هنا نحل هنا. لا، في الملف في مساحة أكتر. ايوه نحل هنا عشان يكون في عندي مساحة. تمام. وضع سلك مستقيم طوله 2 متر بسرعة يسري فيه تيار كذا على سطح طاولة أفقية، ففي مجال منص منتظم كذا بزاوية كذا مع خطوط المجال. ده سؤال أظن إن هو مباشر، صح؟ أيوه. تعرف لا أنت، لا، دي يعني ده مش محتاج تفكير قوي. ممكن أنت تحسبه، ممكن تشتغلوا على البورد أو تشتغلوا في الكراسة. حابب تبدأ بإيه؟ على البورد، على البورد. طب يلا وريني شوف. طلع معطياتها وبعدها. تمام. عندنا الإف اللي هي القوة المؤثرة تساوي، عندنا هنا اي بي اف. بص سميها بيل على طول، عشان كلمة بيل اللي هو ايه مشهورة، فيبقى بيل عشان ما تتلخبطش فيها. بل اللي هي بي اي اف. تمام. يعني بي في اي. ساينسي. بيل ساينسي. عندنا المعطيات كلها هنا 0.2 دي اللي هي ال. وعندنا 24 أمبير اللي هي التيار اي. وعندنا هو هنا عاوز البي. عايز البي، الله ينور عليك، فحلها بشيفت صاد. احنا عندنا هنا الاف. هو احنا بشفت صوت هتبقى 0.5 تساوي آه هي بل هتبقى بي ايوه ده المجهول بتاعي. في اي اللي هي 24 تمام. في ال، يعني رقم 2 في ساينس. الزاوية عندنا هنا ب30. الجميع صح ولا لا؟ الزاوية قال مع خطوط المجال فصح. يبقى صح. تمام. في الآلة شفت صلب بتطلع لنا دقيقة بس. لا يبقى عليك. 15 هيطلع الجواب ب0.02 0.8 اللي هو بي. السنة دي بمنهج ايه؟ بمنهج صف 11. بص بقى هنا، هسألك سؤال. بص كده على الرسمة. انت عندك القضيبين دول ما بينهم السلك ده بتاعي اللي انا هشتغل عليه. تمام.
فالسلك ده موجود في مجال ويمر فيه تيار فهيتأثر عليه بقوة، صح؟ صح. حلو. يبقى هنا هيأثر فيه قوة. وعندك هنا الكتلة دي متعلقة ببكرة، صح؟ أيوه. صح. والبكرة دي الأسفل. فيبقى فيه هنا قوة اللي هي قوة وزن الكتلة اللي هي ام جي، صح الكلام؟ صح. حلو قوي. طيب، يبقى دلوقتي هنا يبقى القوة دي الأسفل. عشان يوصل لوضع سكون فلازم تبقى قوتي هنا الاف بي تبقى في الاتجاه ده، ماشي الكلام؟ تعال تمام. نتأكد الاف بي اتجاهها هيبقى ازاي، ماشي؟ تمام. تمام. انت عندك هنا السلك يمر فيه تيار، بص ده الموجب بتاع البطارية وماشي كده، فالتيار ماشي في الاتجاه ده، أيوه. واتجاه المجال للأسفل. يلا قولي القوة كده تبقى ازاي؟ هتكون اتجاه اليسار. في اتجاه اليسار، صح. يبقى هنا دلوقتي كده الاف بي في الاتجاه اليسار، يبقى فعلا الاف بي في الاتجاه ده، صح الكلام؟ صح. صح الكلام. يبقى هو قال لك وضع اتزان، يعني معنى لازم كده يكونوا يساووا بعض. بتساوي الاف جي. يعني يا ميس الاف بي اللي هي بي اي ال بتساوي الام جي. هو عايز كتلة، صح؟ مديني صح. البي، مديني الاي، مديني ال، والجي ثابت، اقدر احسب الام الكتلة اللي انا عايزها. تعويض مباشر، بس الفكرة فيها ان انا اعرف اوصل لمين، للنقطة دي. ماشي الكلام؟ ماشي. يلا نبدأ نعوض بالراحة، واحدة واحدة. البي هو مديها لي بكام؟ بواحد. صح. اي مديها لي بكام؟ ب20. ال أيوه. مديها لي بكام؟ لا، ال ب20 والآي والاي ب20، صح. الام صح. انا عايزة الجي 9.8 من 10. حلو. يبقى 20 في 2 من 10 يعني كام؟ يعني 4. ماشي. تمام. بيساوي ام كام؟ 9.8. شيفت صلب واطلع الام تبقى كأنها بتساوي 4 على 9.8 من 10. يعني تشوفها على الآلة تساوي كام؟ لا، 0.408. يبقى دي إجابتي، كيلو جرام. واصل الكلام؟ وصل. اتفهم حد؟ كده ده سؤال محترم، متكرر في سنين سابقة كمان. يعني هو سؤال كتاب مدرسة في التمارين اللي موجودة 7/4، ومتكرر في ايه؟ ومتكرر في المسائل. ماشي الكلام؟ ماشي. تمام. ماشي. طبعا انا مسجلة الحصة، هبقى ابعت لك التسجيل. تمام. في سؤال برضو فيه هنا رابط لي قوتين ببعض، باللي هو السؤال رقم، انا هسيب السؤال 37 هرجع له تاني، وهمسك سؤال 38. اقرا كده وقول لي فهمت ايه. يعني قول لي السؤال زي ده لو جالك في الامتحان تحله ازاي. قاعد يقول إنه يسري تيار كهربائي في سلك نحاس مستقيم نصف قطره 0.5 ملم، موضوع على خط استواء الأرض موازيا لسطحها باتجاه الشرق. إذا كان المجال المغناطيسي للأرض عند خط الاستواء أفقيا وموازيا للسطح ومقداره 0.5. هذا شنو الوحدة دي؟ حلو قوي. هنا فكرة السؤال جايالي بالوحدة دي. قال لك ايه؟ وقال لك مجال مغناطيسي عند خط الاستواء بمقدار كذا. انا عارف ان الرقم ده رقم تسلا، يعني رقم يعني رقم مكافئ للتسلا اللي هو ايه؟ مجال مغناطيسي. يبقى هنا تحويل مجال مغناطيسي من 0.5 جي لتسلا هضربه في كام؟ هضربه في 10 أس -4. يبقى كده مين؟ تسلا. مش الكلام؟ جي ده يعني بالنسبة للأرض.
اه اللي هو بيتكلم على المجال المغناطيسي للارض، وهو شرح المجال المغناطيسي للارض مش عليك. تمام. تمام، اعرف لي بس انك انت لما تلاقي مجال مغناطيسي والمجال المغناطيسي ده مديهولي بالجي، ان انا هضرب في 10 وسالب 4. حلو. حلو. يبقى دي فكرة أولى في السؤال ده. كمل. آه. وما مقدار حد أدنى للتيار اللازم لكي يرتفع السلك في الهواء، علما بأن كثافة النحاس تساوي 8960 كيلوغرام لكل متر تكعيب، والتسارع الجاذبية 9.8 متر لكل ثانية تربيع. حلو قوي. يبقى أنت هنا السلك بتاعك. تمام. 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 السلك بتاعك ماله متعلق، فهو السلك بتاعك يرتفع لأعلى، يعني دي الاف بي اللي هتأثر عليه. والسلك كده ولا كده يبقى لازم يبقى ليه مين؟ الاف جي اللي هي مين؟ الجاذبية بتاعته. ماشي الكلام. ماشي. فهنا برضو شغال على مين؟ على ان الاف بي بتساوي الاف جي، يعني البي اي ال بيساوي الام في الجي. صح الكلام؟ صح. طب البي هو مديهالي، والاي هو عايزها، والال مش عارف قيمتها، ولا الام عارف قيمتها. صح؟ بس مديني صح. ايه؟ اديني كثافة. كثافة. من الكثافة دي هاجي اشتغل بقى احسب الام. الكثافة بتساوي الماس على الفوليوم، يعني بتساوي الكتلة على الحجم. صح؟ أيوة. والحجم بيساوي ايه؟ بص السلك بتاعي طول في ده العرض كام ده؟ والارتفاع. ماشي يا بسام. دائرة وطول. حجم السلك ده هيبقى الطول في مين؟ في مساحة الدائرة دي. ماشي الكلام؟ ماشي. يبقى هيبقى ال، وانا دائرة يبقى باي ار تربيع. صح الكلام؟ صح. ودي الام. طب ال والال ما اعرفهاش، السنة جايين مع بعض. يبقى من هنا الكتلة ام بتساوي ايه؟ بتساوي ال، بتساوي رو اللي هي الكثافة، في ال باي ار تربيع. المشكلة هنا لا. اخدها دي اعوض بيها هنا مكان الام. خد بالك الزوم هيفصل. تمام. يبقى هنا بي اي ال بيساوي رو ال باي ار تربيع في الجي. مش الكلام؟ هاخد سكرين شوت قبل ما الزوم ما يفصل، تمام. ونرجع نكمل تاني اول لما الزوم يرجع تاني. ماشي. ماشي. تمام. هنا اظن المسألة ابتدت توضح شوية. أحذف ال مع ال. الله ينور عليك. وتعويض مباشر بقى في اللي جاي. تمام. ده كده تكملة حل سؤالنا اللي احنا كنا واقفين عنده. تمام. هنا هضيع ال مع ال، تمام. وابدا تعويض مباشر عشان احسب الاي. البي مديها لي بكام؟ بي 0.5 ضرب 10 سالب 4. الله ينور عليك. 0.5 ضرب 10 أس سالب 4. والاي دي أنا عايزها بيساوي رو الكثافة. مليني يلا الأرقام. 8 9 6 0. صح؟ أيوة. والباي زي لا، ما هي. 8 9. أيوة صح. والار مديها لي فوق اهي 5 من 10 مليمتر، يعني 10 سالب 10 3. أس سالب 3. الكل تربيع. والجي اللي هي الجاذبية 9.8 من 10. كل ده على آلة شفت صلب، واطلع الاي اشوفها تساوي كام. هتطلع دقيقة. يعني مفيش عملت غلط في التربيع.
برضه غلط. ما طلعتش معاك. والباي، يعني نسيت تكتب الباي الباي. انا شغال بالديجري، بس انا مش بشتغل خالص مش بشتغل بالراديان خالص في مسائل في الفيزياء، انا شغال بالديجري. تمام. 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 هتطلع 1.38 ايوه. ضرب 10 أس سالب 3، ضرب 10 أس 3. 10 أس 3 يعني دي. في مشكلة لحد هنا؟ لا. طيب. تعالى يلا نرجع لباقي مسائلنا. اتفضلي كده سؤال 37. يبقى أنا كده خلصت من 39، فاضل عندي سؤال 37. اقرأ كده، بيقول لك صفيحة نحاسية طولها. صفيحة نحاسية طولها 1 متر، وعرضها 0.5 متر، وسمكها 1 مليمتر، موجهة بحيث تكون أكبر مساحة سطح لها عمودية على مجال مغناطيس شدته 5 تسلا. إذا كانت شدة التيار الساري بطول الصفيحة هي 3 أمبير، وما مقدار القوة المؤثرة في هذه الصفيحة؟ أنا عندي ما وجه بص عندي اف عشان احسبها، يبقى انا محتاج البي والاي والال. البي هو مديهالي 5، والاي 3. ال بقى اشتغل بأنهي ال في دول؟ يعني بص، هي الصفيحة اكنها بالمنظر ده. تمام. بيقول لك أيوه. بحيث تكون اكبر مساحة ليها في المجال، يعني اكبر مساحة اللي انا هستخدم فيها طول 1 متر والعرض اللي هو كامل نص. ماشي. أيوه. حلو قوي، يعني هي دي اللي متأثرة في المجال. هشتغل بالال اللي هي كام؟ 1 متر. 1 مليمتر. ليه؟ علشان انا هنا عايز ايه؟ اكبر قوة. اكبر ايه؟ قوة. قوة. يبقى هشتغل بالال اللي هي 1 متر، واشتغل مسألتي ان الاف ايكوال بي اي ال ساين الزاوية. وساين الزاوية ما عنديش زاوية، يبقى هي ب90. يبقى ال5 في 3 في الواحد، يعني يطلع لي 15 نيوتن. في مشكلة لحد هنا؟ لا. تمام. هنا ما وجه المقارنة بين هذا المقدار ومقدار القوة المؤثرة في سلك؟ يعني هتكلم على سلك نحاسي رفيع يحمل التيار نفسه وموجه عموديا على المجال المغناطيسي نفسه. يعني لو هنا كانت صفيحة، لو سلك، حاجة هتتغير معايا ولا تبقى هي نفس القوة؟ شكرا، يحمل نفس التيار. آه. قال لك لا. هيحمل نفس التيار وفي نفس المجال نفسه. تمام. وسلك نحاس رفيع يعني نفس السلك. حاجة هتتغير هنا معايا؟ لا. لا، هيفضل نفسه، هو نفس القيمة بتاعتي. في مشكلة لحد هنا؟ لا. تمام. أنا كده خلصت المسائل اللي الأستاذ أدهم حاططها على مين، على الدرس ده في الهيكل. ماشي الكلام؟ تمام. يعني بص ماشي. كده، أنا هنا خلصت مين خلصت إيه هنا؟ في أسئلة الهيكل اللي هو مديهالي. فاضل لي 3 أسئلة، يعني درسين. أنا كده خلصت سؤال، خلصت سؤال 17 و18 و19 و21 و22 و24. ماشي الكلام؟ تمام. فاضل لي دول، فاضل لي 3 أسئلة دول. دول اللي هنشتغلهم الفترة الجاية إن شاء الله. وخلصت في الوحدة سؤال 7-1 و7-2 و7-2 و7-4. فاضل لي 7-5 و7-3. تمام. دول اللي هشتغلهم الحصة الجاية إن شاء الله. تمام إن شاء الله. تمام. بس كتر خير. حضرتك هيبقى الحصة اللي جاية عندك امتحان أسئلة شبيهة لأسئلة الهيكل. تمام. إن شاء الله. يعني أول ما نبدأ الحصة كده هديلك 3 أسئلة أو حاجة تحلها. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا.